رسالة شكر وامتنان وعرفان كلام من القلب هقوله لكم النهاردة. الكلام ده من قلبي، ما حضرتش للحلقة دي اي حاجة خالص. انا هتكلم معاكم كده، هتكلم مع كل الناس الجميلة اللي بتسمعني، مع كل الناس الحلوة اللي فرحتني. كمل معايا الفيديو. رسالة مني ليكي. انا مبسوطة بيكم بجد، مبسوطة بالناس الجميلة اللي بتسمعني، مبسوطة بالناس الجميلة. بحمد ربنا وبشكره دايما على ان في ناس كده بتسمع، على ان في ناس عايزة تقرب له، على ان في ناس عايزة تعيش في راحة، وناس بتدور على راحة، مركزة مع الزعل والهم والحزن والاكتئاب. لا، ناس كده بتدور على تطورها، ناس كده عايزة تعيش حياتها باختيارها، حياة بإرادتها، حياة زي ما هي عايزة تعيشها. طبعا قبل اي حاجة حياة ترضي الله ورسوله. بشكر كل الناس اللي بتكتب لي تعليق كويس وبتفرحني بيه. بفرح قوي. عارفة ليه؟ ان انتي عايزة تغيري من نفسك. بفرح ان انتي بتدوري على حاجة تغير لك حياتك. بفرح ان انتي مهتمية بنفسك كده وبتدوري على اي حاجة فيك، مش يعني اي حاجة فيكي عايزة تظبطيها، فبتدوري وبتبحثي وبتتعلمي. ربنا يديمها عليكي نعمة، ربنا يسعد قلبك ويحقق لك كل أمنية انت عايزاها. ودايما حطي في دماغك الحديث: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يعني لما تسمعي فيديو خدي النية كده لله: أنا هتعلم حاجة النهاردة جديدة في حياتي، أنا هسمع الفيديو ده عشان هاخد منه معلومة جديدة وهحاول أطبقها النهاردة. أي فيديو مش لازم أنا، أي حد على اليوتيوب بتسمعيه حاولي تستفيدي، حاولي تاخدي معلومة وتطبقيها في يومك. تمام؟ احمدي ربنا على ان هو يعني ظهر قدامك الفيديو ده عشان خاطر يمكن تتشجعي اكتر وتتعلمي اكتر وتحمد ربنا على حاجه زي كده، فبالتالي هتزيد. دايما وانت قاعده كده قولي: رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. الرحيم الودود مش هتنتظري منه غير ان هو يودك، يكون معاكي، يكون جنبك. الناس اللي هي بتحب تسمع كلام عن ربنا واخلاق الرسول، واللي هي تقتدي باخلاق رسول الله وبصفات الله واسمائه، تكون رحيمه، تكون ودوده. بحب الناس اللي قلبها صافي وقلبها طيب، بحب الناس اللي بتعمل اي حاجه كده لله. دايما ادعي قولي: ربي اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. حبيت النهارده اوصل لكم رساله مني، بجد بتوحشوني. ان شاء الله باذن الله هنحاول نقدم فيديوهات برضو، حاجات كده في حياتك اليوميه، حاجات كده من الواقع، حاجات كده يعني فعلا هتخليكي تخرجي باذن الله. وده هدف قناتي باذن الله، تخرجي من الظلمات اللي انت فيها دي الى نور الله، الى جنه ربنا. وربنا بيقول كمان: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. هتعيشي حياه حلوه لما تكوني مع ربنا، تقتدي بالرسول وتعملي كل الحاجات اللي ترضي ربنا. بصي من الاخر، لو عشت على قوانين القرآن هتعيشي في سلام وامان، هتعيشي جنة الدنيا فعلا. شكرا من القلب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.